صباحكم زي الفل ان شاء الله، واللي بيشوفني بالليل مساءك زي الفل ان شاء الله. تعالوا بقى النهارده نشوف هنعمل ازاي اللحمه الجميله دي، اللي احسن من لحمه الجزار، وكمان هنعمل في جنبها فراخ حلوه قوي ولذيذه وسريعه. صلوا على النبي وحط لايك للفيديو، واللي بيشوف قناتي لاول مره يشترك فيها. ويلا نشوف هنعمل ايه. انا عندي هنا صدر بطه مسكوفي. بط المسكوفي ده حلو قوي يا جماعة، جميل جدا. لحمته احسن من لحمة الجزار، بس انت اكليه كويس وسيبيه يكبر كويس، ما تذبحوهوش وهو صغير قوي وهو طري قوي. سيبيه كده لما يكبر كده والذكورة كده تبقى عتاقي كده، وتذبحي بقى وكلي احسن بط. ده صدر بطة يعني النص اللي فوق بس. مسكت الصدر كده، انا هخليه دلوقتي. قطعت الجلد بتاعه من فوق، هنخليه مع بعض بكل سهولة. وهتلاقي معاكي دلوقتي اكتر من الصدر ده هيعمل لك اكتر من 2 كيلو لحم الجزار. اكتر من 2 كيلو. قطعت كده الجلد كله اللي على الصدر عشان عايزة اشف الصدر. هاجي كده عند العظمة اللي من النص دي، وهاجي اسمى الصدر نصين زي ما انتوا شايفين، هيتقطع معايا بكل سهولة زي ما انت شايفة كده. بصي بسم الله ما شاء الله، اللحمه باينه قدامك ازاي، حمراء وجميله. العظمه اللي فوق دي بتبقى ناشفه شويه. كسرتها اهي. وهمسك كده افتح الصدر بصي. بصي مسكت الصدر كده، خليته من العظم، هتيجي من تحت كده بصي، بالمكان اللي هو تحت ده اهو. هتيجي قطعه كده بين اللحمه اللي هي بتاعت الصدر وبين العظمه اللي هو القفص الصدري ده. وهتيجي ايه قطعه كده، ايه هتدخلي السكينه وهتيجي قطعاها. هتتقطع معاكي بكل سهوله، وهتطلع معاكي لحمه مشفيه احسن من، مش هقولك زي لحمه الجزار، لان هي حرفيا احسن من لحمه الجزار. بصي بسم الله ما شاء الله. قطعت بس الرقبه كده، وقطعت الكتاف ديت طبعا هناخدها برضو اهي، الكتاف اللي بتبقى في الجنب. بص اللحمه بسم الله ما شاء الله، شفتها ادتني اكتر من 2 كيلو لحمه، وطلعت معايا بسرعه وبمنتهى السهوله. عندي بقى فرخه بيضه برضو، مسكتها قطعتها كده ايه على 4 منابات كده. هنعملها برضو بطريقه سهله كده ولذيذه النهارده. قطعتهم كلهم، اشطفهم تحت الحنفيه شطفه حلوه كده، واسيبهم في حاجه يتصفوا على ما اعمل التتبيله بتاعتهم. معايا هنا يجي كده ايه، يجي كيلو كده من البصل، غسلاه كده ومنضفاه، هاخده كده في الكبة وهخرطه كله. هحط بقى التوابل، فلفل اسمر، ملح، كمون، بهارات، زي ما انت شايفة كده. مش هكتر يعني ايه من التوابل، من كل حاجة معلقة صغيرة كده او معلقتين صغيرين. هجيب بقى كده نص معلقة مفرومة من التوم، ده التوم المتفرز عندي من السنة اللي فاتت، مش بتاع السنة دي. بسم الله ما شاء الله جميل. دول بطختين جايباهم ب40 جنيه، هنكسر واحدة مع بعض كده ونشوفها شكلها ايه. كان عايز يدوم لي ب60 جنيه، جبتهم ب40 جنيه. يعني مش حمرا قوي، بس الرق على الطعم. مادام مسكرة ما يفرقش معايا اللون. حطيتها في التلاجة، وجبت كده التتبيلة بتاعتي، وجبت كده منديل، ونشفت كل الفراخ والبط زي ما انت شايفة كده. اجيب كده معلقتين صويا صوص، نحطهم على التتبيلة بتاعتي دي، بتفرق بيبقى طعمها حلو قوي. ومعلقة من العسل الابيض. يبقى حطيت معلقتين صويا صوص ومعلقه من العسل الابيض. عايزه اقول لكم الحاجات، ان احنا دلوقتي بعد رمضان، الحاجات اللي انا جايباها في رمضان كلها عندي اكتر من نصها حلاوه طحينيه. بصوا، والعسل والصويا صوص والمشروبات بتاعه رمضان، انا ما خدتش منها اي حاجه خالص، لاني لقيت عندي شويه في الفريزر من السنه اللي فاتت استعملتهم. بصوا الحاجه عندي فضلت سليمه. وابصوا، ما خدتش ولا من الزبيب ولا من الجراسية ولا من التين والمجفف ولا من الحاجات اللي انا جايباها. عايزه اقول لكم بصوا، كنت جايبه الحاجات ديت، كريمه والحاجات ديت ما استعملتش منها حاجه خالص. رف المشروبات والحاجات ديت عندي مليان زي ما هو. عايزه اقول لكم الفريزر مليان لسه من الحاجات اللي انا كنت جايباها. عندي رقاق، عندي كنتاكي، عندي بانيه، عندي كل حاجه بسم الله ما شاء الله. الحاجه ما خلصتش. الحاجة بتقعد عندي شهر رمضان كله، ما بشتريش حاجة من بره، وبتفضل عندي بعد رمضان بشهرين وثلاثة كمان. عندي الجبنة، عندي كيلوهات، 2 كيلو جبنة سليمة لسه
خلصتهمش، كام لفة جلاش، عندي حاجات كتير بسم الله ما شاء الله. جبت كده التتبيلة بتاعتي وحشيت تحت الجلد بتاع الفراخ، وحشيت قلبها من جوه، وحشيتها من بره. غمسيها كلها كده في ايه، التتبيله دي حلوه قوي بتديها طعم جميل. والبط نفس النظام، حشيته كده من جوه ومن بره. طبعا اللحم بتاعه مفتوح كده من جوه، الصدر مشقوق نصين كده، حشيته من جوه عشان يشرب من التتبيله. بصي كأنك بتحشي سندوتش بالظبط. بصي هيديها طعم حلو قوي قوي. فضيت اللي باقي من التتبيله عليها وهفرده عليها كلها كده، وهسيبها على قد ما تقدر تشرب من التتبيله ديت ساعتين 3 4، ممكن تقعدها يوم بحاله. بعد كده هطلع الفراخ كده في الصينيه ديت وهرصها علشان تتشوي. هاخدها الاول كده، الفراخ حطيتها على البوتاجاز، هديها كده ايه غلوتين بس على البوتاجاز، وهبتدي ان انا اسقها في الفرن. جبت البط بتاعي، حطيت معلقتين زبده، المعلقتين الزبده دول هيفرقوا جدا في الطعم. وابتديت ان انا احمره اديله اللون اللي هو الاصفر الجميل ده. اول الفراخ بس ما تاخد معايا غلوتين، هاجي واخداها بقى ايه، حطها في فرن البوتاجاز كده ايه، تتشوي بقى على مهلها كده براحتها. بس انا بحب ان انا اخدها غلوه كده قبل ما ادخلها. بصي اديت للبط صدمه اهيت، هياخد معايا لون دهبي خفيف كده، وهاجي مطلعاه على طول. طلعته اهو بعد ما خد معايا اللون الحلو ده. هجيب كده ايه طماطمتين هقطعهم عليه، حله كده على النار ما فيهاش اي ميه ولا اي حاجه، وطماطمتين كده طيبين حلوين قطعتهم عليه. وحطيت قرن شطه ماهوش حامي، سليم كده زي ما هو، وبصلتين وقطعتهم عليه طرنشات شرايح عشوائي زي ما انت عايزه تقطعيهم قطعيهم. ليه بقى عملنا كده؟ انا هعمل البط ده في الرز، والبط ده كبير ما اضمنش ان هو هيستوي في الرز، لازم اديله شويه سوا على البوتاجاز الاول. بصي هو سرد، بصي بقى شكله ايه، ونزل شوربه قد ايه من غير ما احط اي شوربه. انا ما حطيتش غير البصل والطماطم، وحطيت عود قرفه معاه، ما حطيتش اي ملح ولا اي حاجه. غسلت بقى الرز بتاعي، هو كان خد سوا شويه على البوتاجاز، غسلت الرز وجبت البط بتاعي كده. ابتديت ان انا ارصه في الرز. طبعا البط لما حطيته خد نكهة من كل الحاجات اللي انا حطيتها، البصل والطماطم وقرن الشطة وعود القرفة، ده بيديله ريحة حلوة أوي، بيفرق معاه في الطعم وفي الريحة. رصيت كده البط، وبعد كده حطيت بقية الرز. طبعا زي ما متعودين مع بعض، انا بغلي اللبن على البوتاجاز قبل ما ادخله الفرن، عشان الرز بيدخل الفرن ما بياخدش معايا 10 دقايق بالظبط، وبتلاقي الرز شال معاكي واستوى. جبت اللبن سخن اهوت بيغلي على النار، وفضيته وهديله بقى رشة الملح بتاعته، اوعي تنسيها. وبعد كده على الفرن اولع من تحت، مجرد ما يغلي ابتدي اهدي عليه من تحت ومن فوق، واسيبه بقى اغطيه واسيبه يستوي مع نفسه. من اسهل ما يكون. شفت الفراخ لما طلعت بقى شكلها ايه، بسم الله ما شاء الله. بصي طعم وريحة ولون. بصي بقى صينية الرز، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، شكلها ايه صينية رز، شوية رز كده بصي مفلفلين ومش معجنين ولا حاجة. اهم حاجة تظبطي المعيار بتاع اللبن بتاعك، وتظبطي معيار الرز، هتاخدي شوية رز ملهمش حل. بسم الله ما شاء الله. تعالى بقى كده نطلع البط كده معانا ونشوفه استوى مستواش، نشوف شكله ايه، عمل ايه معانا. مش عايزه اقولك على ريحه الرز وريحه البط حلوه قوي. بصي البط مستوي سوا، يعني حاجه كده روعه. بصي انا بقطع الصدر بتاع البطه ازاي، يعني كأنك عامله بصي لا لحمه الجزار بجد جنبه ولا حاجه، ده ريحه وطعم ونظافه وحاجه كده. بصي من الاخر، ده الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. لو لسه محطتيش لايك حط لايك، ولو بتشوفي قناتي لأول مرة اشتركي معايا فيها، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. جربي طريقتي في البط والفراخ ان شاء الله هتعجبك. عايزه اقولك
تربية الطيور في البيت احسن من الشراء من بره 60 مرة. بتعملي كل حاجة على مزاجك، زي ما بقولوا كده ايه، بتبدعي وبتعملي اللي انت عايزاه. انا عندي ده بس جزء من صدر البطة، عندي ب2 كيلو لحم. اشوفكم على خير ان شاء الله.